عليكم، ازيكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا مهم كالعادة، وهو عن ايه اسباب ان السلحفة لما بتيجي تحط البيض بينزل البيضة ضعيفة ومكسورة. للأسف الشديد الموضوع ده حصل كتير قوي في الموسم ده مع اكتر من مربي. فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان ناخد بالنا في الموسم الجديد وما يحصلش معانا نفس المشكلة اللي حصلت في الموسم اللي فات. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم، وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده، حتى بعد ما السلحفة حفرت عشان تبيض، برضو البيضة نزلت مكسورة. للأسف الشديد الصفار بينزل في ناحية والبياض بينزل في ناحية. وزي ما قلت لحضراتكم، ده اكتر من نموذج وريته لحضراتكم ان حصل الموضوع ده، وكتير من المربيين بيشتكوا من الموضوع ده. وكمان مش ان السلحفة بتبيض البيضة مكسورة وبس، لا، ممكن كمان بتصادفنا مشكلة تانية اكتر، ان السلحفة بتبيض البيضة عادي جدا، واحنا ما بنيجي نحضنه بعد شوية بنيجي نبص عليه بنلاقي البيض شق لوحده، اتشرخ، حصل له شرخ لوحده. وده طبعا للأسف الشديد بيكون طبعا كده باظ، بيكون باظ. وطبعا احنا بنبتدي نرميه، بس ممكن نفتحه ونقدر نعرف ان كان مقصب ولا لا، من الجزء الاحمر اللي بيبقى داخل البيضة من جوه. لو لقينا فيها عروق حمراء كانت البيضة دي مخصبة، وكانت ممكن تطلع سلاحف صغيرة. اما لو لقينا الصفار اصفر ومفهوش اي عروق دم، بتبقى البيضة مش مخصبة، وفي الوقت ده ما بنزعلش عليها وبنقول قدر الله وما شاء فعل. هنرجع بقى لموضوعنا ونقول ايه اسباب ان اللي بيخلي السلحفة تبيض البيضة تنزل مكسورة او بيحصل لها شرخ. او اول ما بتبيضها، احيانا اول ما بتبيضها بتنزل مكسورة كده، وفي سلاحف تانية بتبيض عادي جدا على البلاط او على السجاد، بس البيضة بتنزل سليمة وزي ما هي، وممكن نقدر ناخدها نحضنها وما بيحصل لهاش اي حاجة. الاول ده بيرجع لصحة السلحفة والتنويع الاكل اللي كنا بنقدمه لها. اول موسم وضع البيض انا عملت لكم فيديو قلت لكم ايه المفروض ان احنا نعمله في اول الموسم، ان احنا ننوع للسلحفة في الاكل عشان تاخد الفيتامينات المطلوبة لجسمها. وتاني حاجة نهتم بالكالسيوم مرتين في الاسبوع، مش اكتر ولا اقل، عشان كتر الكالسيوم بيجيب حصاوي للسلاحف. فاحنا بنحط رشة خفيفة على الاكل عشان طبعا نضمن ان البيض ينزل سليم، والقشرة بتاعته تكون قوية ما تتكسرش بأي سهولة، حتى لما نحضنه ما يحصلوش شرخ، مع طبعا تعرضه للشمس أو للترطيب التربة بيحصل شرخ القشرة تكون ضعيفة، فما بتستحملش ولا درجة الحرارة ولا حتى درجة الرطوبة، فبتبتدي يحصل لها الشق اللي بيحصل ده أو الشرخ اللي بيحصل ده. تمام. فاحنا لو صدقوني وفرنا بيئة مناسبة للسلحفة من جهة شمس ومن جهة تنويع للأكل، وكمان إن احنا نواظب على موضوع الكالسيوم مرتين في الأسبوع. الكالسيوم رخيص جدا وبيقعد فترة طويلة جدا، ممكن يقعد عندي أكتر من سنة. بحفظه طبعا خارج التلاجة في المطبخ عادي، بس أنا كنت عملت لكم الطريقة في فيديو وشرحته لكم بالتفصيل ازاي نقدر نعمل كالسيوم وايه بديل الكالسيوم للسلاحف اللي هو قشر البيض، عشان طبعا ما تضفناش مشكلة زي دي، وان السلحفة تبيض البيضة وتنزل مكسورة، وطبعا دمنا يتحرق عليها، خصوصا لو البيضة مخصبة اكيد بنزعل عليها جدا. فاحنا لو مشينا على الثلاث خطوات دي، تنويع للاكل، تنويع في الاكل، ووجود شمس، وكمان نحط كالسيوم مرتين في الاسبوع، صدقوني هنضمن ان السلحفة تكون صحتها كويسة، وكمان البيض اللي بتبيضه يكون كويس ما يحصلوش اي شرخ ولا اي كسر. زي ما قلت لحضراتكم، في سلاحف بتبيض على البلاط والبيضة بتنزل سليمة، وفي سلاحف بتبيض في التراب والبيضة بتنزل مكسورة. ده بتبقى مشكلة في تكوين البيضة داخل السلحفة. فعشان كده رجاء احنا نوفر الحاجات دي. الخضروات رخيصة جدا، الكالسيوم رخيص جدا، الشمس ببلاش، فاحنا لو وفرنا الحاجات دي هنضمن.
في الموسم الجاي بإذن الله إن السلاحف تبيض، والبيض ينزل كويس، وكمان يفقس ويطلع لنا سلاحف صغيرة تفرحنا، وكمان تكتر السلاحف بعد البهدلة اللي بتحصل للسلاحف والموت والأمراض الكتيرة اللي السلاحف بتصادفها. يا رب الفيديو النهاردة ينال إعجاب حضراتكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لكل الجروبات ولكل أصدقائكم. وإذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله. باي باي.